جبت لكم الصابلي بنكهة النسكافيه. هنايا راح ندير يعني زوج انواع بعجنة واحدة. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. هنا نروحوا المقادير. انا درت هنايا 300 غرام تاع دهان يعني مارغرين طرية. راح ندير معاها هنايا كاس تاع سكر غلاس، نخلطهم مليح بالباتر. لازم السكر غلاس يعني يكون مغربل. بعد ما نخلطهم مليح هنايا بالباتر راح نضيف هنايا كاس ناقص ربع تاع زيت، يعني الكاس ماشي معمر، نفس الكاس اللي عبرت به السكر غلاس. هنا راني درت لافاني قريبا كانت واضحه معاكم. هنا بعد ما نخلط مليح ندخل هذاك الزيت مع الدهان والسكر. هنا بالنسبه للنسكافيه راح ندير 3 تاع الساشيات، هنا نديرهم في الكاس ونضيف معاهم شويه تاع ما، يعني في 500 غرام تاع دهان راح يجينا 4 تاع ساشيات تاع النسكافيه. هاكا نديرو غير شويه ما ونحركوها مليح بالمغرف حتى تذوب معانا. يعني هذا النسكافيه قهوه سريعه الذوبان. هنايا راح نفرغها هنايا في هذاك الخليط تاعي كيما هكا، ونبدا هنايا نجيب كاس تاع مايزينا، نعمل مايزينا تاني تكوني مغربلتها، ونخلطها هنايا بالباتر. خلط كيما هكا مليح. بعد ما نخلطها نبدا ندير هنايا في النواشف، يعني ندير في الفارينه. هنا نبدا نضيف الفارينه وندير ساشي تاع خميره الكاطو. هاكا نديرو ساشي تاع خميره الكاطو ونبدو نلمو في العجين تاعنا. ماذا بيك العجينه تاعك يعني ما تقصحيهاش، خليها تجي كيما نقولوا حنا تتماسك لكن تتلاصق في اليد. هذا الصابلي راح يجي بنين بزاف، ما يجيه هشيش، ما فيهش البيض. بالنسبه للناس اللي ما يبغوش البيض هذا الكاطو يناسبهم. هذا اول كاطو راح نديرها معاكم بالمناسبه العيد ان شاء الله. هنايا بعد ما نكمل لميتها ولا القوام تاعها، هنا راح نحلها في بلا دو طرافاي. هادو هما الليمون راح نطبع بيهم. شوفوا، نطبع بالاول ومن بعد كده نطبع بالزاوج. هنا نطبع كاع العجنه تاعي، ندير واحده مبلعه وواحده تكون متقوبه في الوسط. شغل الصابلي اللي نديروه بالكونفيتير حنا غادي راح نبدلوا له، يعني ما نديروش الكونفيتير، راح نديروا هذه المره بالكراميل ونديروا الشوكولا تارتيني. انا ديجا الكوشه تاعي راهي تحمى. ندير هذا الكاطو تاعي كاع في المول، يعني في السني، وندخله في الكوشه يطيب معايا. لكن ما طيبيش بزاف، يعني ما تقصحيش بزاف، ما يبغاش ماشي حتى يحمر. شوفوا ها ولا هنايا بعد ما طيبته راح كيما هكا نجيب هذوك اللي كانوا محلولين نستفهم وندير فيهم سكر غلاس. هذا النوعيه تاع الكاطو يعني بنينه وكذلك سريعه، يعني بالخف ما تشدش معاك الوقت، وكتاني تجي هشيشه. ماذا بيك ما ترقيهاش بزاف من تورقيها شويه كيما نقول احنا باش ما درش تفتت معاك. هنايا بعد ما غربلتهم مليح عفوا، هنجيب هنا الحبات اللي راح ندير فيهم كيما هادو تاع المقرودات، راح ندير فيهم شوكولا تارتيني كيما هكا بهذه الطريقه، ونبلعهم بهذيك نجيب الحبه ونديرهم من الفوق. اللي ما بغاتش دير يعني سكر غلاس تقدر دير لي تخي تاع شوكولا، كل وحده وش دير. انا بغيت هذا النوع كيما هكا كي شبهته للصابلي. شوفوا يعني جات النظره تاعها ما شاء الله، والبنه ما نحكي لكمش. هذه الوصفه يعني زمان وانا نديرو هذه الوصفه تاع امي ربي يرحمها، ان شاء الله تدعوا لها بالرحمه وامه محمد الجميع ان شاء الله ربي يرحم الجميع. هذه الوصفه كانت الام تاعي تبغيها بزاف، وهذه الوصفه عندي عوام وانا نديرها، حتى اليوم ربي يكتب وتفكرتها ودرتها معاكم. وبالنسبه للموديل الثاني درت له انا هنايا النيسلي، يعني كراميل ديجا ماشي صنع منزلي، يعني هذا شريته هذاك توبي، وراح نعمره كيما هكا كيما راكم تشوفوا، وندير هذيك الحبه من الفوق هاكا. تاني هذا يجي تاني ما شاء الله ويجي شباب. ان شاء الله برك يكون عجبكم هذا لا فيديو، ما نكونش طولت عليكم، وهذه الوصفه ان شاء الله تكون خفيفه عليكم. ولو وصلت معايا لهذه المرحله من لا فيديو ما تنسانيش بالجيم والاشتراك في القناه كي يصلها كل جديد. وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر باذن الله في وصفات اخرى. وهنا يسمحوا لي ما كنتش معاكم،
يعني كنت لاهية وكنت كما عارفين مع الجري وكاع. ان شاء الله يا رب، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة وتجربوها في هذا العيد. وانا نقول لكم صحة فطوركم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع ألف سلامة.